بوجوب الغسل اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله. هلا سألوا إذا لم يعلموا. هل سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. مشاهدينا الكرام حيثما كنتم وأينما وجدتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة من برنامجكم هل سألوا عبر الخامسة، قناة القرآن الكريم من الجزائر. هل سألوا برنامجكم اليومي الذي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. ضيفنا ورفيقنا هذه الحلقة في الإجابات فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بوزري. مرحبا بك دكتور سعيد. مرحبا بك أخي أحمد. الله يبارك فيك ويهنيك. الحج عرفة في 9 من ذي الحجة، ثاني أيام الحج، يقف المسلمون على صعيد واحد يكبرون ويلبون ويدعون الله سبحانه وتعالى، يدعون ربا كريما غفورا رحيما فرحا بتوبة عباده، يباهي بعباده الملائكة في خير يوم طلعت فيه الشمس. الحج عرفة. دكتور سعيد، الحج عرفة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفق حجاجنا الميامين لأداء هذه الشعيرة، لأداء هذه الفريضة، الركن الخامس من أركان الإسلام، أداء جيدا. وأسأل الله أن يجعل حجهم حجا مبرورا، وأن يجعل سعيهم سعيا مشكورا، وأن يجعل ذنبهم ذنبا مغفورا، وأن ييسر الحج لكل من يرغب فيه. ولا شك أن كل مسلم قلبه معلق بالحرمين الشريفين. نسأل الله التيسير والتوفيق. أمين. قلت يا أخي أحمد في مقدمة اللقاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه ورواه الإمام ابن ماجه والترمذي وغيرهما: الحج عرفة، بهذه الصيغة الحصرية، الحج عرفة، بيانا لأهمية هذا الركن. فقد قلتم في مقدمة اللقاء أنه خير يوم طلعت فيه الشمس حقيقة، وهو في ذلك اليوم الله عز وجل يباهي الملائكة بأولئك الحجاج الميامين الذين وقفوا في صعيد واحد في هذا المؤتمر العالمي الذي يجمع كل الحجاج. لا يتخلف حاج واحد عن الوقوف بعرفة، والمقصود بالوقوف أي التواجد بذلك الحيز المبارك، بذلك المكان المقدس وهو عرفة. طيب، وكذلك في هذا اليوم يعتق الله عز وجل أكبر عدد من أولئك الحجاج. يعني ما من يوم كما ورد في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام يعتق فيه الله عز وجل رقاب العباد كما يعتق رقاب العباد في ذلك اليوم. وكذلك ليس هناك يوم يعني يكون فيه الشيطان أصغر وأذل وأدحر وأحقر مثل ذلك اليوم. فهناك فضائل كثيرة لذلك اليوم المبارك، يوم عرفة. طيب، لكي أطمئن غير الحجاج نقول لهم اللي ما يكونش في ذلك المكان يصوم ذلك اليوم. فإذا كان صام كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أحسب أن الله عز وجل يغفر يعني السنة الماضية والسنة القادمة. يعني هذا فضل يناله غير الحاج بصيام يوم واحد. أما الذي يكون هناك في عرفة طبعا لا يصوم في ذلك اليوم. أخي أحمد، لا بد من بيان بعض المسائل المتعلقة بالوقوف بعرفة. قلتم بأن الوقوف بعرفة هو في الحقيقة هو الركن الرابع من أركان الحج، هو الركن الرابع من أركان الحج بعد الركن الأول اللي هو الإحرام، ثم الطواف والسعي بين الصفا والمروة، ثم يأتي هذا الركن الرابع وهو ركن الوقوف بعرفة. وهو يعني يكون اليوم في اليوم التاسع، يعني في اليوم الثاني من أيام الحج. يعني اليوم الثامن هو يوم التروية بالنسبة للذي دخل مثلا بنسك التمتع، اللي يدخل بنسك التمتع اللي كان بالقران مثلا واللي كان بالإفراد يكون على إحرامه، يعني يبقى على إحرامه.
أما اللي كان دخل بالتمتع سواء راح مباشرة مكة المكرمة يعني دخل بالتمتع قائلا يعني في نيته في قلبه، والنية محلها القلب، لبيك اللهم عمرة يعني إلى الحج متمتعا بها إلى الحج، هكذا تكون النية، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. اللي دخل عن طريق التمتع بعد ما يؤدي طبعا الطواف نتاعو صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم ويؤدي السعي بين الصفا والمروة، بعد ذلك يحلق أو يقصر، يتحلل ويلبس لباسه العادي، ولكن يوم التروية يعني في اليوم الثامن من أيام ذي الحجة هذاك النهار يدير الإحرام من جديد من موضعه لأنه دخل عن طريق التمتع. في اليوم التاسع اللي هو اليوم الثاني من أيام الحج بعد يوم التروية أن الحجاج يكونوا جميعا في صعيد عرفة، والحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أمور يعني يلتزم بها الحاج في ذلك اليوم المبارك. بارك الله فيك. من المندوبات أنه يغتسل ليوم عرفة، هذا من مندوب ليس واجبا ولكن مندوب. وكذلك السماع للخطبتين، ونبينا صلى الله عليه وسلم يعني كان في حجة الوداع خطبة مشهورة، ألقى خطبة مشهورة عظيمة خالدة احتوت على معاني عظيمة، منها بيان الحقوق والحريات بلغة العصر، أتحدث بلغة العصر، بيان الحقوق والحريات، بيان أحكام الحلال والحرام، بيان حرمة الدماء وحرمة الأعراض وحرمة الأموال. هذه أحكام وردت في هذه الخطبة العظيمة التي ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم على مسامع الصحابة الحاضرين يومها. وأفتح قوسا أخي أحمد باش نقول في ذلك اليوم المبارك نزل قوله تعالى وقد ورد في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلينا نتكلم شوية في الهامش بلغة البحث العلمي. هذه الآية عرفت عند الناس أنه هي آخر آية أنزلت، وهذا غير صحيح. طبعا معناها الظاهري يعني يفهم منه أنه هي آخر آية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقول اليوم أكملت لكم دينكم، شيء طبيعي أي واحد يفهم بالإخلاص ما دام اكتمل الدين معناها هي آخر آية نزلت على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولكن هذا غير صحيح. هذه الآية القرآنية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي في سورة المائدة، هذه الآية نزلت في حجة الوداع في عرفة. قد يسأل الآن سائل يقول إذن ما هي آخر آية؟ آخر آية عند جمهرة العلماء والمفسرين هي الآية التي راهي في أواخر سورة البقرة في قوله تعالى آمن الرسول، لا، في قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هي هذه الآية، الآية 181 سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وكأن الله عز وجل يقول: يا معاشر البشر إذا جربتم الظلم في الدنيا بكل ألوانه فاطمئنوا فعند الله العدل المطلق ولا مجال للظلم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن الاستماع للخطبتين يفضل بس تكون يعني الإمام الذي يلقي الخطبتين، طبعا ما نقولش إمام واحد، هناك رسول واحد صحيح ولكن إمام كثر، يعني كل مجموعة مثلا نحن في هذا المخيم مثلا أرنا في 50 ولا في 60 ينهض أخي أحمد ويلقي علينا خطبتين هادفتين يذكرنا بفضل يوم عرفة، يذكرنا بالحج وبفضل الحج وغيرها من المسائل. هناك أمر آخر أيضا يؤدى يوم عرفة وهو جمع الصلاتين، يعني الظهر والعصر تجمعان في أول الظهر بأذان واحد، وهو الراجح بأذان واحد وبإقامتين. يعني يقوم أي واحد من الحجاج فيؤذن أذان واحد في أول صلاة الظهر، ثم يدير إقامة للظهر ركعتين يعني قصرا، نصلي ركعتين، ثم إقامة ثانية
لأداء صلاة العصر قصرا، يعني جمع تقديم قصرا لصلاتي الظهر والعصر في أول الظهر. هناك أيضا مسألة مهمة جدا، بعض الحجاج لمزيد من الأجر والثواب يزيدوا يدوبليو لا دوز، يصليوا الركعات النافلة. لا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين أو صلى نافلة قبل يعني الظهر، ولا بين الظهر والعصر، ولا بعدهما. يعني ما يصلي النافلة لا قبل لا بينهما لا بعد ذلك. يصلي صلاة الظهر ركعتين قصرا، وصلاة العصر قصرا ركعتين والسلام. واش يدير؟ عنده التلبية، لبيك اللهم لبيك، مازال يلبي إلى أن يتعب، وبعدين يرتاح، وبعدين كلما تجدد أحواله يشرع في التلبية وهكذا، ويذكر الله عز وجل ويدعو الله عز وجل. مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، واش يقول؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني هذا أفضل ما قاله النبيون قبل النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان يكثر من هذا الدعاء ويكثر من الأدعية بما شاء، التسبيح والذكر والاستغفار، ويدعو لمن أوصاه. يعني تقريبا ما كانش هناك حاج يروح البقاع المقدسة إلا وأخذ معه وصايا كثيرة، وننصحهم بالتوثيق والكتابة. يجي واحد ماشي يقول له برك ادعي لنا، يقول إن شاء الله وخلاص. صحيح إن شاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولكن الإنسان يكون يلتزم بما يقول. ربي قال في القرآن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يا أخي يكتب وثق، فلان طلبني دعاء نذكره إن شاء الله، وما فيها حتى حرج. واحد يرفض ورقة ويعني ويتذكر أولئك ويدعو لهم ويدعو لسائر المسلمين، بارك الله، ما يكونش من الغافلين. هناك بعض البدع إذا كان ممكن أن تذكر نقولها. طبعا للأسف يعني هذه الأماكن المقدسة بعض الحجاج، ما نقولش الكل يا أخي أحمد، يرتكبون بعض المخالفات. نركز على المخالفات اللي موجودة يديروها في عرفات. من هذه المخالفات كان اللي يغادر يعني عرفات، موقف، وعرفت كلها موقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج خارج الحيز. والحمد لله الأمر منظم. هناك لافتات يافطات كما يقولها بالدرجة عند بعض الأيوة، هذا اللي بلاك هذو باينين، هاي الحدود حدود عرفة. ما يلزمش الحاج يعني يبتعد عن ذلك المكان. وكذلك في نقطة بعض الحج يديروها، يغادروا يعني موقف عرفات قبل غروب الشمس. قبل غروب الشمس يحب يخرج، يقول لك بعد الغروب يكون الزحام إلى آخره. هذا أمر لا يليق. وهناك من يصعد فوق الجبل ويتزاحموا في هذاك الجبل، جبل عرفة، يصعدوا في جبل الرحمة ويتزاحموا، كان اللي يطيح كان اللي يسقط. بعضهم يعتقد باللي لازم يطلع، وكان اللي يدي مع ستيلافوت ويبدا يكتب ذكريات، وتشوف كل أسماء هناك، وتشوف ذكريات، وتشوف التواريخ. كل هذه بدع. وكان اللي يصلي ركعتين هناك مع الزحمة ويصلي ركعتين هناك، اللي يتمسح الحجر نتاع جبل الرحمة. كل هذه لا تليق بالحج ولا بالحاج. هذه أمور ليس لها علاقة بالشرع الإسلامي الحنيف. أحسن الله إليك دكتور سعيد، شكرا جزيلا على هذه اللفتات. قبل أن نبدأ في استقبال المكالمات الهاتفية، شيخنا سعيد، لأمة الإسلام، أمة اقرأ، أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، رمزية هذا الاجتماع في العبادة، في عبادة الحج، هل يمكن أن نفهم من خلاله أن وحدة الأمة في سرها يكمن في عبادتها؟ بارك الله فيك يا أخي أحمد، سؤال مهم جدا ويجب أن يطرح. لماذا؟ لأنه العبادات لها مقاصد. العبادات لها مقاصد. نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال عن الحج خذوا عني مناسككم، نأخذ مناسكنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبادة أو فريضة الحج يعني في الحقيقة في جميع أركانها وشعائرها نجد يعني مقاصد عديدة. بالنسبة ليوم عرفة، من مقاصد هذا اليوم المبارك أن الأمة تجتمع، جميع الحجاج، جميع القارات راهي ممثلة في ذلك المكان. إشارة إلى ضرورة الشعور بهذه الأخوة الجامعة. وربنا يقول من فوق السبع الطباق
إنما المؤمنون إخوة. هذاك اللي يقول لا إله إلا محمد رسول الله، اختلاف الألسن واختلاف الجنسيات واختلاف الجغرافية واختلاف، ولكن ديننا واحد، ربنا واحد، قرآن واحد، نجتمع في صعيد واحد، نكبر ربا واحدا ونلبي رب واحدا، نقول لبيك اللهم لبيك، وهكذا. ثم نستشعر ليس فقط في ذلك اليوم، نخليه هذاك الخلق متوارث، نخليه هذه تلك المشاعر دائمة، وربنا يذكرنا باستمرار إنما المؤمنون إخوة. يقول في آية أخرى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني للتجذير. هناك آيات كثيرة تعمق فينا الشعور بالأمة والشعور بالجماعة. هذه مقاصد نتعلمها من خلال هذا الموقف، موقف عرفة. أحسن الله إليك دكتور سعيد، شكرا جزيلا. على بركة الله مشاهدينا الكرام، نبدأ في استقبال مكالماتكم الهاتفية. من تلمسان نبدأ سيدة أم يوسف. ألو. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك خويا، عندي واحد المشكل وراني حايرة فيه بزاف. مرحبا. أنا كان عندنا جارة. أيوة. دارت الختام لولدها. أيوة. رحنا حنا 5 تاع الجيران، رحنا 5 لهذيك الدار. هاد الهضرة غير البارح. أيوة. هذيك الأم اللي طهرت ولدها كي كانت هازة ولدها طاحت لها من يديها لاكوغمات. ألو. أيوة. كي طاحت من يديها لاكوغمات، أنا شفت لاكوغمات كي طاحت، وشفت المرأة اللي هزت لاكوغمات، بصح ما قديتش نهضر. اليوم الصباح هذيك الجاره اللي دارت الطهاره لولدها جات عندي قالت لي شفتي يا جارتي البارح، قالت لي صارت لي مشكله، طاحت لي الكورمات وها كيفاش وها كيفاش وها كيفاش. حيت ماشي نقول لها ودي ها شكون اللي ردت لك لاكورمات، وعاود خفت نعاود شحال تكبر، وما يعني ترددت بزاف. وملي قالتها لي الصباح مع 10 تاع الصباح دروك على بالك الضمير تاعي ما راش هاني كاع. مانيش عارفه واش نمشي نقول لها ها شكون اللي ردت لك لاكورمات ولا نقعد ساكته. راني في حيرة خويا، والله راني في حيرة. طيب سيدة أم يوسف نجاوبوك إن شاء الله. سؤال الزواج يخصني لي، الله يخليك. مرحبا. أنا عندي ولدي عنده 22 عام. الله يبارك. يبارك فيك يطول عمرك. دابست معاه ماشي خطرة ماشي زوج ماشي 3 على خاطر الصلاة. كيما ندير له واه ماما دوك نصلي دوك مازال الحال دوك يا ولدي قلت له الموت ما تشاورش. الله فرض علينا، قلت له لازمك تصلي. الوغ عييت معاه خويا، عييت معاه. الوغ هذه واحد 20 يوم ولا راني منيفاتو، مانيش ناكل معاه في الطابله، مانيش نهضر معاه، يدخل يقول السلام نرد السلام برك ما نزيدش على السلام. واش نخص ماما ما يخصني والو، واش نشيك ماما ما يخصني والو. وكشف راني خايفه غير اللي يمشي يكشف لي شي طريق ماشي مليحه اللي راني منيفاتو هكذا. مانيش عارفه درك. انا ماذا بيا وليدي يصلي إن شاء الله يا رب. بصح ما سمطليش. واسال اللي راني ماذا بيا 22 عام اللي راني هكذا ما ناكلش معاه وراني منيفاتو، نتحاسب عليها يوم القيامه ما نتحاسبش عليها. ربي يبارك فيك، ربي يبارك فيك سيدة أم يوسف. طول عمرك وفيك بارك. هذه 20 يوم قلت لك مانيش نهضر معاه خلاص، مانيش ناكل معاه، نحط له في الكوزينه، انا ناكل في الصاله، الا هو كلا في الصاله انا ناكل في الكوزينه، مانيش نتكلم معاه كامل. فربما يولي يصلي. انا كنت نزير هكذا شويه معاه، بان لك يهديه ربي ويولي يصلي. نعم واضح جدا سيدة أم يوسف. ربي يبارك لك إن شاء الله في ولدك ويوفقه لما فيه الخير ويجاوبك شيخنا السعيد. وشكرا سيدة أم يوسف من تلمسان. إلى العاصمة أخت نادية، مرحبا. مساء الخير خويا. مساء النور، مرحبا. خويا حبيت نسألكم سؤال. مرحبا. مرحبا بك أهلا. أنا راجل توفانا لو 4 ندير نقفل العدة. أيوة. حبيت نروح للحج، الوغ جابوا لي باسبور حداوه لي وباش ما صبتش المحرم اللي نروح معاه. الوغ باش نروح معاه البعثة. أيوة. ما صرتش المحرم، قلت نروح مع البعثة، قالوا لي تجيك الحجة ناقصة، تجيك نص حجة بيسك ما عندكش المحرم وتروحي مع الآخرين. الوغ صافي حيروني لا نروح ولا ما نروحش ولا هذا اللي حبيت نسأل عليها خويا. نجاوبك سيدة نادية ونعزوك في وفاة الزوج. بارك الله فيك، شكرا وبيحفظك. شيخنا عندك سؤال؟ واضح، شكرا. من نادية العاصمة إلى نادية البليدة. السلام عليكم. وعليكم السلام. خويا عندي سؤال. مرحبا.
عندي احنا 3 خواتات. نعم. تسمح فيا؟ ايه واحدة فيهم ماتت، والله ماتت صغيرة. ايوه. واحنا دابا ما كانتش على علم. عاودي لنا السؤال اخت ناديه. هذه اللي ماتت ما كانتش على علم، دابا تخدم لي ابن اخوها في بلاصتها. طيب اخت ناديه. واختي الكبيره اخت ناديه صوت يا اخت وما كانش على علم. اختي هذه الكبيره عندها كواغطها خاسرين. اخت ناديه. كواغطها اختي الكبيره يا اخت ناديه كواغطها خاسرين، خدمت في بلاصتي من كوا. طيب اخت ناديه. ايه هو انا خدمت في بلاصه اختي اللي ماتت. احنا اصلا ما فهمناش الحكايه. اخت ناديه. اخت ناديه قالوا لي هكذا كي سالت هكذا دابا ما كانش على علم كيخدمهم. تسمح فيا؟ اخت ناديه عاودي لنا الله يجازيك. ما كانش على علم، ومن بعد نتي دوكا عاد يقولوا لنا حرام وما على باليش. قلت نسالكم من اليوم راني نسمع. بارك الله فيك. عاد يقولوا لنا هكذا حرام وما على باليش. الله يكون يقول الخير. اخت ناديه. خويا تقدر تجاوبني درك الله يعيشك. اخت ناديه. ناديه من البليده. اخت ناديه. وي. اكيد تسمعيني مليح. عاودي لانه من الاول قلت لك عاودي ما سمعناش بدايه السؤال بشكل جيد. دابا ما كانش على علم. عندي اختي الكبيره كواغطها خاسرين، ماشي كبيره احنا 3 خواتات. ايوه. واحده ماتت كنت صغيره، ومن بعد دابا ما كانش على علم راح خدم اختي الكبيره كواغطها خاسرين. ايوه. وراح دابا خدم لنا تاع اختي الكبيره على اسمي. خدم واش؟ ايه ويسموها وانا خدمت على اختي في ماتت. ايوه. درك قالوا لنا حرام. واضح شيخنا. الو. يعني كيف خدم النكوة على هو ما كانش على علم. على علم بماذا؟ ما كانش يعلم باللي هكذا كي يخدموا وسيط يديروا لنا حرام. يعني خدم الوثائق كيخدم لنا النتاويه دوكا كنمناو كلشي كيخدم لنا وكنمنا قالوا لنا بلي حرام، وواحده تتمرك على اختها ميتة. ايوه. خلاص معناها اختك الكبيره اللي تخدم. اختي الكبيره عندها كواغطها شويه خاسرين. ايوه. عندها كواغطها خاسرين. نعم. تخدم الان راهي تتمشى باوراق اختك المتوفاه الميته. بارك الله فيك. أنا حاولت أن أفهم أخت نادية من البوليدة السؤال، ونذكر بنقطة نظام فقط. يعني خوتنا متصلين أو في هذا البرنامج لما تعيطوا لنا خذوا راحتكم وتأكدوا أنه حابين نفهموا الأمر من جوانبه، تفضلوا بطرح السؤال بتركيز، راكم في مجالكم حتى نجيبكم بوضوح. احنا حسينا بأخت نادية كأنها قلقة شوية وهي تتصل بنا. لا بأس أخت نادية، حطي سؤالك، ما تقدريش تطرحيه بشكل مباشر كتبيه وقرأي لنا من الورقة. المهم نحن نفهم حتى نجيبك. بارك الله فيك أخت نادية من البوليدة. إلى أين؟ حسينة زوزو. الو مساء الخير. مساء النور أخت حسينة، مرحبا. مرحبا بكم. حبيت نهضر مع بويدري الله يخليك باش نهضر بالقبيليه. مرحبا تفضل. مساء الخير دكتور. مساء الخير على السلامة، مرحبا. مانيش في الاسئله. ما نزوالوش لا اما يموتوا راه بابا نصح معكم. صوتي اسلي عماه. ومن بعد فلا اما اسمي موتني مولانا تنتي تزوجي فمشطح مع ضيام بابا يموت ديال الكيرا. ومن بعد الناس اسمي راح تخمم لك واحد باش تدفع لا بونسيون بابا. الناس ما تعرفش غلطه لا بونسيون بابا اخيرا بيسكو ناس حد داقف تخدم الكواضه في ديال من جديد. ومن بعد انت تبغى من سكن ديال من جديد كانت ضرابيح كانت 80 مليون. ومن بعد انت تبغى هني دار الطوموبيل باش غطري ما تموضت هذيك السكور هذيك لا بونسيون هذيك الكيزان. انا فبغى هني دار الطوموبيل سيوك شي شني اللي نبقى ما تيساوي ثاني في لا غارمي خاطر كيون ويا مني نكفون ولا ويا مني كتقانا تفكر الحقنا بدو تقلق معليش ما وفنش نتفكر هني دار الطوموبيل ناغي لا قص نتفرق. انا سليغام ولتما حسينة. بارك الله فيك اخت حسينة. سليغام باش تسقسيو السين. السؤال الثاني تسقسيو السين كاين سيلا خامي وفامي كود يمغاني والكل تمغاسي والحمار تموت لا كل خاني والكل
اخلي 15 سنه حاجه نخير في الخدمه وكنت كنبغى بنتي يا بغاو كنزوج شويه كان غير ساعه نغون تاعي كاين شويه كان فاش بان الباب بس يحقرتني ساعه كنت دول الناس باش خلنا نحلفها باش يقيم الخميس دونك خاطر يكون نزعاشوش كنزي ويقرا الا قال نتبابا واحد الصفات يسالفوا يغون شلاعه وضرر ما خاصنا نفرغ إيه مغارني مجهدا ساعة زمرت سخان لاباس بهم مغارب سموس مغارم يعني إلا ويثي تلاوين دوك خام ولاش يعاود زواج التقريب يعاود الزواج بغيت ما يقيم وحده انا فديت نسافر شوف شنو نخدم على حاجه الخير نخدم ولا شو غادي نقولوا لنا في الله واضح كاين الكازيو يتجاهل في مولاني يتجاهل توجور تسافروا القرارات كثير الحقوق اللي سمتن نتا قريت دي مولاني وخامنا غير ما سمعتني ونتجاهل بغاوش نغالي زاد المسوره باسكو وكان ديما حتى واحد صغ مليحه من كاين انا راه عندنا صلح على الحمد لله واضح خاطر كون خمت واش فيها واضح ما انا مفتوح كما قلت سمحيه الا اللي تقول لك تاع كنومبا في اللي يقموا شي سكوم يرغى الحال بلا نشطح طنان دابا ما خاصها تغرم لا واش كملها شاف داين يعني كان ما لا تغرم لا داين واضح حيت اذا بغيت تزيد في العمر ونحس راكي ما زيد تكثر الخير يا ربي بارك الله فيك شكرا اخت حسينه حصه تزيل القلق الله يبارك فيك شكرا اخت حسينه متيزي وعلى بركه الله دكتور نشرع في الاجابه عن اسئله المشاهدين. نبدا من سيده ام يوسف من تلمسان. دكتور هي شاهده على سرقه ينتابها القلق ومليح سبحان الله يعني أوفياء البرنامج يشاورون البرنامج في أحداث قد لا يمر عليها ساعات. هي تقول ماذا أفعل؟ أعرف السارقة وأعرف أنني بتبليغها عنها ستقوم بين قوسين قائمة العائلة. تقول كيف أتصرف؟ أخي أحمد أثني وأؤكد ما ذكرته بارك الله فيك أنه السادة المشاهدين أوفياء البرنامج حقيقة ويسألون عن كل صغيرة وكبيرة. نقول أم يوسف من تلمسان في الحقيقة سؤالها ينبئ عن إيمان وعن يقظة ضمير. عندها إيمان تخاف ربي واللي خاف ربي الله يبارك هذاك هو الكنز الثمين. ولكن يا أختي الكريمة بشرع ربي كان يسمى بالشهادة. علاش كي نتكلموا عن الشهادة نقولوا الشهادة واعرة صح بين قوسين دي أحيان كيسمعوا علاش شاهد يعني زوج نساء يقابلوا راجل وكذا يقولوا لماذا وهذا يخالف يعني المنطق وإنقاص لحق المرأة وشيء من هذا القبيل ولمركزي هذا غير صحيح. الشهادة مسؤولية ومسؤولية ثقيلة. نعم. بدليل هي الأخت أم يوسف أعطيها الصحة وتسأل هذا السؤال. نقول يا أختي الكريمة المطلوب منك شرعا أنت شفتي خلاص مولة الدار يعني جارتك عندها مناسبة عرضتكم الله يبارك مناسبة نتاع فرح عائلية يعني لقاء عائلي ما شاء الله وسقطت لها على قرمت كما قلتي أقراط وللأسف الأقراط وواحدة للأسف الشديد كلخلها الشيطان ولا النفس نتاعها الأمارة بالسوء ورفدتها يعني أخذت هذا القرمت هذه وهذا أمر لا يجوز بغير حق. هذا الأخذ خذت حاجة ماشي نتاعها سرقة واختلاسا بغير طيب نفس. هذا أمر لا يجوز بالنسبة للآخذة. ولكن اللي شافت اللي هي أنت يا أخت أم يوسف أنت شفتي معنى عندك مسؤولية شرعية. ما نقولكش تروحي لصاحبة الدار اللي فقدت هذا القورمات وتقول لها فلانة ودارت هكذا وكذا وتصرف فتنة إلى آخره. لا، نصيحتي لك تروحي لهذيك المرأة التي أخذت قلها يا فلانة هذاك نهار الشيء اللي صار كامل أنا شفته الآن راهي مولة الدار راهي تتكلم وراهي تسأل وراهي كذا كذا الآن أنت رجعيها. طيب ممكن تقولي لي وكيف ترجعها معناتها تولي فتنة. هنا كاين أكثر من طريقة وعندنا قضايا من هذا النوع بكل بساطة. يجي وسيط خير يعني تمدها لأي وحدة
تثق فيها إن شاء الله يكون فيها ناس مؤمنة يعني نساء مؤمنات، قل يا فلانة حتى كنت تجيبيها انتيا بلي واحدة اخذتها ولا لقاتها، حتى كي تقولي هذه أفضل، هذه المداراة يعني أهون. هذا دخل في باب اختيار أهون الشرين، اختيار أهون الشرين ودرءا للمفسدة، لأنه في القاعدة الفقهية تقول درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. وكذلك اختيار أهون الشرين قاعدة فقهية، اختيار أهون الشرين أو اختيار أهون الضررين أو أخف الضررين. ممكن المؤمنات لما ما تعاونوش في مثل هذا الموقف وقتاش يتعاونوا، قال يا فلانة سترة ربي سبحانه أمرنا بالسترة، واحدة لقاتها ولا غلبها الشيطان ولا كذا، حسب الكلام الذي يناسب، وترجع الأمانة إلى صاحبتها والسلام. هذا هو الحل. لو كان فاتوا سنوات وربما يعني هذيك المرأة ممكن نقولوا يعني تأخذ ذاك المبلغ نتاع هذيك لاكورمات وتصدق بها والأجر على مولتها، ولكن الآن مدام القضية عندها يومين يعني القول بأنه هذه الجوهة ولا شيء من هذا القبيل يعني قد يقبل يعني إلى حد ما، والأفضل الصراحة، والصراحة راحة، ولكن هذا مستوى عالي جدا. إذا كان واحد ما قدرش يدير هذا نعود إلى قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. نعم. أحسن الله إليك دكتور، شكرا جزيلا. بين السيدة أم يوسف، ويبدو أنه يوسف هو صاحب 22 عام، تقول لا أحدثه لا أكلمه بسبب العبادة بسبب الصلاة، إلى درجة أنني خفت أنني إذا تركته على حاله يزيغ. تقول هذا السلوك الذي أقوم به مع ولدي لأجل الصلاة هل يجوز؟ لا قدر الله فعل الطفل الصغير هذا حاجة، هل يعود الإثم عليها لأنها قاطعته من أجل الصلاة؟ يا أختي الفاضلة، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. نرشدك إلى المصحف قريب منك، روحي لسورة النحل الآية 125، سورة النحل الآية 125. سبحان الله جابها ربي سورة النحل في زيزويت. صحيح. واش تلقاي فيها؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أنا أسألك سؤال يا أخت أم يوسف، هل من الحكمة باش تقاطعي وليدك ما تهضريش معاه كما قلت تنيفيه وما تاكليش معاه إلى آخره؟ ممكن هذا يعني يرتب آثارا عكسية. تغنانت نتاع الشباب نتاع اليوم يزيد يقول كيما مادام درتي معايا هكذا نزيد أتمادى. ممكن يقول لك ما نزيدش نصلي مادام انت راكي ديري هكذا. لا يا أختي الكريمة، المطلوب الحكمة. بقدر ما أحيي فيك الحرص، نقول لك ربي يبارك فيك وربي يجازيك خير أنك حريصة باش وليدك يصلي. وقالت كلام حلو، قالت الموت ما تشاورش. صحيح. وفعلا الموت ما تشاورش. الإمام علي ربي يرضى عليه يقول يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، خاطر الشباب يقول لك مازال صغير، وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ربي يبارك فيك على هذا الشعور، ولكن يا أختي الكريمة ما يلزمش تقابلي المضرة بالمضرة. هو خسر وانت زيد تلاقي فيه وما تهضريش معاه وما تفطريش معاه، لا، تبع من الحكمة بالإرشاد بالتوجيه بالحوار. نقول لك يا أختي الكريمة الجيل نتاع درك والله يحب الحوار، يحب الهضرة، هضري له. ممكن تستعني بشيخ من شيوخ، بصديق من أصدقائه، بأحد أساتذته ينصحوا يوجهوا إلى آخره. هو إن شاء الله مش شجرة الحلوة، إنسان إن شاء الله مليح مادام تراكي مؤمن الله يبارك، إن شاء الله ولدك يكون مؤمن، وإن شاء الله ربي يهديه. وأكثر له الدعاء، دعاء الأم مستجاب أكثر من الدعاء، إن شاء الله ربي يهديه عاجلا لا آجلا. بارك الله فيك دكتور سعيد وأحسن الله إليك. من تلمسان إلى تيزيوزو، وسأعود إلى الأخت نادية العاصمة. السؤال الذي ورد إليك سؤالا، عمر يسأل ما حكم ركعتي الطواف؟ حكم ركعتي الطواف. حكم ركعتي الطواف واجب. الحكم هو الوجوب. معناه اللي ما دارهمش معناتها لازمه هدي. نشرح في ثواني يعني هذا ركعتي الطواف. مع الإنسان كي يدير الطواف 7 أشواط
حول الكعبة الشريفة بدءا من الحجر الأسود وانتهاء به أو إليه. خلاص كي يكمل يبتعد قليلا، والأفضل أن يصلي خلف مقام إبراهيم لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طيب، ولكن إذا كان زحمة خاصة في هذه الأيام نتاع الحج الأمر صعب للغاية. إذا كان الحجر الأسود اللي راه لهيه كان عنده 10 مترات 15 20 30 40 رجعوا كما حبيت اللور، المهم ديروا هكذا يعني تجاهك وصلي ركعتين متجهين طبعا القبلة الكعبة الشريفة، ركعتين. الركعة الأولى بالفاتحة وسورة قل يا أيها الكافرون، الركعة الثانية بسورة الفاتحة وسورة قل هو الله أحد إن استطاع ذلك سبيلا. يعني ممكن الإنسان ما يعرفش هذه الصور ولا انسى وما قراهمش، لا حرج في ذلك. يعني واللي ما دارش ركعتين هذو معناه لازمه هدي. بارك الله فيك، أحسن الله إليك دكتور سعيد بويزري. هل لا سالوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر، برنامجكم اليومي الذي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية مباشرة بدءا من 6 مساء حتى 7 يوميا. كونوا دوما معنا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. آمين يا رب العالمين. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للجزائر العاصمة وما جاورها من مدن. نعود إلى عمر تزيوزو شيخ. نعم، الأخ عمر كان سؤاله يقول حكم ركعتي الطواف. نعود من بالقبيله باش يفهموا مليح. معنى أمذان ميخدم الطواف في الكعبة الشريفة 7 الأشواط ميفوك هذه يروح ذفير المقام إبراهيم مثلا فان هذا كان سجاج هذه الظال ديالنا 6 ركعات. ولكن ثورة كنقول سنة الحج يقوى يعني الزحمة غطاس سجهد مليح قوان الغاشي ماشي كان لقى ثيوي زداثس نتسان غادي سجد الغاشي عفسن في قراص نافون قرضيس هذه بعد 20 30 40 50 متر مولا شك في أي مكان ذي الحرم المكي زمان انتظار ركعات ثم زوارو الفاتحة أكت سورة قل يا الكافرون
في سنة سورة الفاتحة يعني الحمد لله رب العالمين أكو سورة الإخلاص قل هو الله أحد مورسين هذه كذاكي هذه غير شو يبغى ما إلا ينور الزوار صنف ركعة ثاقي يروح مباشرة يخدم الساعة ذاكي إلى قص الهدي يعني قص هذه زلو وثاقي مسألة الهدي شرحا سيد المشايخ والسني عدان قوين يعنان شو ثنت الغلطة ثار يخدم الحاج وذي يخدم الهدي يعني ما هي الأخطاء التي يرتكبها الحاج التي يعني تستوجب هديا. نعم. شيخنا حكم استلام الحجر الأسود عند الزحام يقول عمر بن تزيز. والله سي عمر الحجر الأسود ثقيد السنة ما يزمرهم ذا خاطر ما يفذو الطواف هذه يفذو سي بزرون فركان الحجر الأسود سينا يفذو هذه سلم في الناس ما يوفى ثقيد السنة سيدنا عمر يضرب ربي فلاس يديهم بوال يولا هكا يزرو إنه سيزرو والله أرزرغ بليك شري غازرو ورث النفعض ورث ضروض ولو كان ولا غارة نغور وعي غارة النبي صلى الله عليه وسلم يسلم فلاك وتسليمه فلاك هنا يا حجر والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك فقد كان وقافا إذا هذه من السنة تقبيل الحجر الأسود ولكن مع الزحام لا داعي واحد يسلم عليه عن بعد كي يوصل هذاك الأخضر هذاك باين يعني بكري كاين هكذاك الكارلاجات هكذاك حضرتك ما كانش حتى ذيك نحوها وذلك أفضل يعني لوروبير هذاك عندك المعلم مباشرة يقول بسم الله والله أكبر هاي بلا ما يتوقف بسم الله أكبر ويكمل ويطوف وهكذا بلا ما يسلم في الناس تجد السنة ما يزمر الخير ربح مور يزمرها ورجال من يزدي الطيق. بارك الله فيك. ويسأل عن بداية الطواف أو في شوط من الأشواط يعني أما في مرث فضوض الطواف نغذي الناس ديال الشواط وياض ما الزمر ذا الخير ربح مور زميضرة بعد السنة كذاين وعر نصواطاس نشرات صوضوا السنويات تسويح نظن أن ديلا ليسر أتصوضوا أتسلموا في الناس إن شاء الله. ربي يبارك فيك شيخنا السعيد وأحسن الله إليك. أختنا نادية من العاصمة تسأل هي تقول يعني هي تشتاق للحج قد تشتاق لبيت الله الحرام تشتاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول بعد ما قضى زوجها ربي رحمه تعتزم على الحج ولكن لم تجد محرما هل تذهب مع البعثة؟ نعم يا أخت نادية أولا عظم الله أجرك يعني في هذه الوفاة وربي رحمه ويسع عليه أنت يا ربي كرمك بالحج روحي تحجي تروحي مع البعثة رفقة مأمونة يجوز للمرأة أن تحج مع الرفقة المأمونة وروحي حجي وما تخافيش ما كانش نص الحج ولا ربع الحج أبدا ربي يجعل حجك حج مبرور وتدعي لزوجك اللي فرقك هذه الأيام ربي يرحمه ويرحم جميع المسلمين روحي حجي مع البعثة وما عندك حتى حرج. بارك الله فيك دكتور سعيد. فهمنا من سؤال الأخت نادية من البوليدة أن الأمر يتعلق بوثائق أختها نتيجة لفساد أوراقها هي كذا أشارت تمشي بأوراق الأخت المتوفاة وهي بأوراق أختها الكبيرة. طيب هل هذا يجوز لأنه كثر عليهم الحديث وقالوا أنه هذا لا يجوز شرعا فما قولكم قانونا وشرعا؟ نعم يا أخت نادية من البوليدة نقول لك لا بد من تصحيح الوضع هذه موجودة يعني أحيانا يديروها يكون مثل واحد عنده طفل ولا طفلة زاد 10 أيامات ومات وما ينحوش في الحالة المدنية لا يعلم لا يخبر ضابط الحالة المدنية بعد 9 شهور ولا عام ولا ربي يرزقه بولد يخليه بالاسم هذاك يقول خلاص كتبت خلاص يعني زاد له عام في عمره وحنا نقولوا لازم كل شيء يكون واضح. أحكام الشريعة من مقاصدها الوضوح كل واحد يحمل الاسم تاعو الحقيقي ومن ناحية القانونية أيضا كيف يعني واحدة تمشي هذيك الكبيرة تمشي بالكواغط نتاع أختها اللي ماتت وانت تمشي بالكواغط نتاع أختك الكبيرة يعني هذا الخلوطة لازم تخرجوا منها. من الناحية القانونية الأمر ميسور ما تخافيش يعني ماشي جريمة ولا تكون متابعة جزائية الأمر بسيط جدا عبارة عن بعض الإجراءات إذا كان ممكن تتصل بالقناة نتواصلوا معها نعاونوها باش توصل للنهاية تحقق الغرض معنى يكون ما يسمى بتصحيح هذه المعلومات المتعلقة بالحالة المدنية باش كل وحدة تأخذ الاسم تاعها الحقيقي وكل وحدة تمشي بوثائقها الرسمية
الحقيقية درءا أو تفاديا لكل مشكلة قانونية قد تقع في المستقبل. بارك الله فيك دكتور سعيد وأحسن الله إليك. قبل أن نجيب حسينة لا بأس الأخت دليلة من تيزي وزو تنتظر. السلام عليكم. مساء الخير. مساء النور أخت دليلة، مرحبا بك. نهضر بالقبيلية معليش. مرحبا تفضلي. حبيت نسقسي الشيخ. نعم. بغي كي نسقسي غا الشيخ انا كاينين سورة قالها طاطي كي كني زوجة رقازي وكل مرة ايديني روح تبريض كذا كاين غا الشيخ كاين ولاش المشاكل ديال انا المشاكل طاسي كل شو يعني نسير المشاكل مقران كل مشاكل وزراويو كراوي وزمير غير نوالي يعني حقريت نغزاب السن بصح انا حقر سغلا كي مقري التربان احسن تربيه بشهاده الجامع ومبصح مزمر غاد ولي غمي في وسبابس انت دير مزير مي دكير جالسن ايدي غادي تو ديني رحت بلاد ومن بعد مي ثاد تمثلت ايديني حاله الغضب ومدني غاله وقصيد غاله ثورة سيد الشيخ كاين داين الصح وساغاله سنقارو حق عيير مي وزري غير مشى خدمه بقي مغوص وقال غادي اقلي هذه الحرام اروح اضيع غير بعد ما يغال نكاهي بعد القرايه نسن بعد وزري غير مشى خدمه مي دروح المره ياكي ناس زي نروح يطفي ما مقرا ناس مي صبر باش يشد دقيقه صافي كقلي الحراميه يشغل دقيق وخميس ومن بعد ما مي سترايا كتمثلتي ايديني طنطوسي وتبغي نسوقها كيما ولاني ايد قام فخاميم والتجاره خاميم كذا تقول الشيخ خلق يتفهم ماشي هي مسالتك وتفهم القبيله كيما مي قيمن فالويا كي غرسن يسهل دقمين السنه مامان تقول الى قصيد الشيخ تقول لي كوني خرصومي في الحمد لله نسا الامامات دي تلفزيون زغد الزكان الامور الى كل في الحصص القبيله كي بالذات اسند الزكنم ذا شي الحرام ذا شي الحلال. نعم. تقول عقليها داني بغي كسر سيد الشيخ. تمسات لابيلين نكدي رمضان حمل غزال الطراويح حمل أذغر القرآن لابيلين كون دي تسال العادة شهرية. ما إلا نغض الحلال نغض الحرام. واضح هذا سيدة دليل. بارك الله. السلام عليكم. وكني جابوا خاصهم في قرايين ديال القبائل كذا يتوغل دي مسيحيين تقراما. أي السلام عليكم. وعليكم السلام سيدة دليلة وربي يبارك فيك إن شاء الله ويجاوبك شيخنا سعيدة على الانشغالين الاثنين. الأخت سمية قسنطينة آخر المتصلات. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام أخت سمية. بخير خويا. مساء النور مرحبا بك. خويا نشكركم على الحصة هذه. هذا واجبنا سيدة سمية. بارك الله فيكم في الشيوخ الكرام. الله يبارك فيك. خويا تعيش راح نسقسيك برك على واحد المسألة. مرحبا. بيك يعيشك عندي بنتي شوف هذه عقبت في العام اللي حتعقب فيه الباك. في الطريق هذا لقات واحد الشيخ كبير قال لها هكا قال لها بربي ان شاء الله قال لها هي ما تعرفوش خلاص قال لها بربي ان شاء الله راكي تمشي وتدي الباك بصح جيبي لي قندوره. هي قالت له بربي ان شاء الله. نهار اللي كي دات الباك سهل لها ربي والحمد لله جات راحت باش تدير القندوره ما عرفتوش ما لقيتوش البلاصه. هو قال لها كي تلقيني في هذيك البلاصه ديما قاعد فيها. كي راحت ما لقيتوش. درك عندنا مده 5 سنين ملي دات فيها الباك ويخلص قريته وهي تحوس عليه اليوم هذا ما لقيتوش. عيات هكا سقسات عليه من الناس ما بليش ما عرفتوش شكون. حابه نفهم دركا كيفاه دير باش القندوره هذه هي جات هذه اللي راهي وعدته ولازم توفي بالوعد. الله هي وعدته. قالت له بربي كي قال له هو ديري لي جيبي لي قندوره قالت له باذن الله قالت له نجيبها لك. الله يبارك. بارك الله فيك سيدة سمية وان شاء الله. تفضلي. يزيد فضلك تعيش. هذا هو السؤال يعني حابه نفهم برك دركا واش لازمها دير. بارك الله فيك نجاوبوك. عيش خويا تعيش راح نقول لك حاجه برك. تفضلي. راح نقول لك ماذا بينا نتمنى يكون ديروا لنا حصه تاع تفسير المنام. ايوه. ربي يسترك هذه. طيب يعطيكم الصحه سيدة سمية. يسلمك
بالسلامه وربي يعاونكم. الله يخليك، بارك الله فيك. وعلى كل احنا ربي يبارك فيهم مشاهدينا في هلا سألوا ما يطرحوش علينا أسئلة المنام، لأنه في الخط التحريري للبرنامج نتجنب الإجابة على تفسير هذا البرنامج والفضاء للأمور الفقهية. بارك الله فيكم. أما قضية برمجة هذه الحصص فتعود إلى مدير القناة الحاج عوادي قبل ما يروح الحج، إذا شاف أنه يدير تفسير المنام يكون أفضل. طيب، إلى حسينة من تيزي وزو، على بركة الله دكتور. قلت مثلا حسينة تيزي وزو أشامينا ثم زوارو تسقسيام زوارو يمام الساعة المنحة أبونسيون بافاس، منحة المرأة اللي تجيبها من والدها من باباها حق خالص لها، لا يجوز إطلاقا لأولادها أن ينافسوها أو يعني يلزموها باستلام أو بتسليم ذلك المبلغ أو بتوزيعه عليهم إطلاقا، حق خالص لها. يعني يمام أبونسيون ناس وحدس الساعة الحرية أكن تبغى استخدم ثرى ما إلا أكاد النيض نسات صاموضينت مريضة بالكيلة بالشحال الأمراض اللي عندها باغية تشري طوموبيل ليها لنفسها، وليدها اللي كاين مع اللي يعيش معها واللي يديها الطبيب يديها للسبيطار يديها، هي حرة وليست ملزمة باستشارة أحد. يمام سالح قضية الشرعي ثن ربي سبحانه باش دا طوموبيل إيماني سنتساف وين إلا نسكوارا ويسر غورس أذي يغال السائقين دا الشوفورينس أسيني أمي أو يغار سبيطار أو يغار طبيب أو يتزورغ أو يتزور يعني مولانيسنا تزور يعني تزور لافاميسنا تزور الراويسنا. الساعة الحرية كاملة ما إلا ذا الراويس إسينان أنا ويلحقنا أرسينا الحق لا حق لهم يطلب، وهذا خطأ كبير جدا. أحيانا الأولاد يديروا الشونطاج وكذا، يروحوا ليماهم يقول دراهم هذا حقنا. إذا كان مرت شهيد يقولوا هذا الدم نتاع بابانا، إذا كان عندها منحة من زوجها اللي خدم هنا في الجزائر ولا في أي مكان يقولوا هذا العرق نتاع بابانا. من بعد هذه غريبة، ليست غريبة، هذه زوجته، والشرع والقانون يعطيوا هذاك الحق للأرملة ولا للبنت كما في هذه الحالة للبنت، إذن هي عندها الحق. يما ما ولت ما حسينا ذي الحقيس أدا طوموبيل ميلا ذراوي سور سعين أرى الحق ذي الشرعي سيدي ربي ولا ذي القانون باش الظرني إمام نغدا السنين أغد في كذا ذري من بالسيف نغد في كذا الحق نخطر سعنا الحق. السؤال الثاني تقول أنا عند أهل زوجي كذا على 15 سنة الله يبارك، هي عايشة مع أهل زوجها وقايمة بهم ودير لهم الخير. نقول لك يا أختي حسين نتمنى وكاع العرايس يكونوا كيما انتيا، وهذه أمنيتي حقيقة. احنا نتمنى العروسة أنها لا تسيء إلى والدي الزوج، خاطر هذاك زوجها عنده أصل باباه ويماه، لازم تقادرهم وتحترمهم وتحبهم وتعزهم وتسلم على راسهم، هذا هو المطلوب. ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شميني يا ولت ما أعطيكم الصحة تخدم ذاك الخير مغارني ذيني الهان ذيني قرزن ذيني شبحان، ولكن ولا شميني السايضة زال ولا شميني السايضة الحقوق مادام ثورة السايضة الدريا قد كنت تحرصم وكذا ظل باش تعيش واحد ما كذور قازيم واقي ذي الحقيم أتعيش وحدا ذا شو وتكسضاري والقازيم، يعني ذي واحد يزر الحمد لله من شميني تمطوث العالي أما شميني أما ذا القازيم أما ذا الراويم أتزوروا من مغار النوان إمغارني من تساغد يزوري مولاني سديني قازنا إلهان، ولكن باش هذا ميني كذي مولانيو هذا بيكساك الحقيم خاطر تمطوث هاث الصبر 10 15 سنة ذا يوم يتزمال ربو تسكل فارك ثار تزمر فيس أكيد دينا ربي سبحانه يدوك نكل فغارة أكثر تزمر ثنون
لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وإلا قارنت مادام ونس عايشين غادي زياره كثي مثال تفسير زميك اكمي غير ديال الطيق اكمي غير ديال المحنه ربو كمي كالفلا اتيدي هضور ربي باش هادي يقبل اتعيش محدون وتخدم بالخير يمغرني. السؤال ثلاثة. عندها سؤال ثاني. عندها السؤال والثلاثة. بارك الله فيك. صحيح اخويا احمد بارك الله فيك. خاطرك بنتي يعني كانت صايمه هذه السنه اول مره تصوم يعني شهر كامل، بعد مضمضتها كذا دخلها شويه الماء. نقول لك هي ما كملتش بعد ما كلاتش تقضي ذلك اليوم. اسني اذا تكش من وامان اتقضي ونواس التري ونواس ذايا كان اتختاروا السنه قيلها انا كدي تدون الشتوى يعني خفيفان صمد الله يبارك اتوزم بيونواس التر ذايا كان وسارين نظن ذي قبل ربي ان شاء الله. بارك الله فيك. السؤال الاول لاخت دليله شيخنا باقي 5 دقائق. الاخت دليله من تيزي وزو قالت لك طبعا بالنسبه للطلاق للاسف يعني كانوا يطلقوا كثيرا. بياميني غاول تما ثنا ما عنديش مشاكل بيني وبين زوجي، ولكن كي نشوف زوجي يضرب واحد من ولادي تتدخل ولو بالكلمه الطيبه، هو الزعاف هذا كيردوا عليها. وهذه للاسف يعني كاين الازواج دائما يزعف مع اولاده ولا يزعف مع الجيران ويزعف في الخدمه، دائما يرجع لمرته وهي الضحيه مسكين تاخذ الطريحه دائما. هذا من غاول تما ذاكي الشظ يظلم خطر في الرؤياكي ذيريث الاصل فيه الحظر. ربي سبحانه عز وجل يسميس الزواج يسميس الميثاق الغليظ. نسات ورا مادام طاسي فرا قلت مادام يني صح ما الا غطس نفرو قلان الى ادياس نهضر يدس نغدي التليفوني يدس انا هضر خاطر ميقار نكزعفه رفيق نفقعه وصغار النيه وقصير غاره. ولكن ارجو مراسيني ورقازي اثم الطوثي استفريض طلقني يوقع من بعد ما يراتي دابر يعاوداس ثغل الطلقه الثانيه ما يعاوداس تيس 3 يعني إيميتي ديال افريد ويسين ذيوغال الطلقه ويس 3 ذيوغال باين بايونه كبرى صافي لا وغفل مع انت مثلا في كذاكي الى قدياس الى قدياس ماشي شرط غورنا غير يونس الشيخ من الشيوخ يكسن في مثال الشرع باش هذا تفهم. من بعد الى قد لي ووالي جارانا اي غار باش ننظر ها ترى يفقع الصح يعني يزعف طاس ها ترى السنتي مساله كذي الشرع ها ترى من اللي وقت الحيض يعطس انت مساله قنسقسي فقلت ماشي بيني ذيني وعرنا طاس او هربت سيولو نسقسيت فانا تيزي وزو ومرحبا لا سلامه باش هذا نسفهم. اما غير يميني اما غير نتسا باش تبعض سي الحرام ما الا نوفى ثبوت الحلال اذا ان شاء الله هو يخرب العشيم اكمي ثبت ربي الخامين اتربي ضراوين اذا غاد الفرصه باش تنصح خاطر راني ركازنا مكادني افرون كان من بعد سيني بالسيف لا كم تمطوثي ومشي هكا ربي سبحانه يدي في كان الشرع ماشي كل اللي يخدم الشرع لكن يبغى هذا. بارك الله. طبعا كيف تلتحق بك يعني والله ممكن يعني حتى لها رقم الهاتف اعلنه صراحه 026 22 74 41. طيب حتى تستطيع 026 22 74 41 ولا تسأل في مساجد تيزي وزو تسأل عن الأمر بسيط إن شاء الله. بارك الله. السؤال الثاني حول صلاة الصوم واستعمال نعم هذا حبوب منع الحمل وكذا والأخير باش يعني تبعد العادة الشهرية. نقول لك قلت ما يجوز هذا أمر جائز يعني أجازه الفقهاء، ولكن الفقهاء قال لك ما يلزمش يكون دائم باش ما تخالفش فطرة المرأة باش كل عام لا يعني مثلا هذه السنة بغيتي يعني تصومي شهر كامل عفوا نعم تصومي شهر كامل وتصلي صلاة التراويح وتقرأ القرآن ولاش ديك السكور تخدم يعني سيوض لي بيولاكي ولاش ديك السكور رمضاني مقبول إن شاء الله رمضاني من الصحة ولاش ديك السكور والسعادة الذنوب إن شاء الله. بارك الله فيك. قبل ما نجيب عن سمية من قسنطينة ربما عندك تعليق بالعربية على سؤالين حسينة والله دليلة شيخنا أو ملاحظة أو بارك الله فيك. حقيقة هي السؤال الأخت دليلة من تيزي وزوع ظاهرة الطلاق وضرب النساء يعني هذه كارثة سبحان الله العظيم وبحمده. لماذا يعني في هذا الزمان والشرع ربي يمنع الضرب ضرب النساء لسبب أو لغيره أو ضرب الرجال ضرب الأولاد. استوصوا بالنساء خيرا. نعم النبي عليه الصلاة والسلام من أواخر ما قال النبي عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا. وضرب الأولاد يكون وليده كبير عنده 18 سنة 20 سنة ويضرب فيه وغد والده يردلو بالك داير كاراتي ولا جيدو ولا من بعد يضربوا وتصركوات. لا الضرب هذا مش مليح. وكذلك كثرة الطلاق بسبب أو بغير سبب
هذا أمر أيضا خطير، ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع الإسلامي. يجب علينا أن نتفادى هذه الظاهرة ونتعاون من أجل معالجتها. أحسن الله إليك دكتور سعيد. طيب سيدة سمية ابنتها هناك من تفاءل لها خيرا، وكان الذي وعدته آنذاك قبل 5 سنوات أن تسلم له لباسا هكذا، ولكن حدث أنها لم تجده إلى اليوم، وهي تقول لم أوفي بوعدي لهذا الرجل الذي لا أعرفه. لا، هي ذمتها بريئة مادام هي اجتهدت على مدار 5 سنوات وراهي تبحث عليه. دي حتى الوقت هذا كي خرجت نتائج البكالوريا شرات هذاك الشيء اللي التزمت بهذاك القندوره كما قالت في السؤال، وراحت لهذاك المكان ولم تجده. الذمه نتاعها بريئه، يعني ما عندها حتى ذنب، وزادت اجتهدت وحاولت في هذا القدر كفايه. وننصحها مادام هذاك القندوره شراتها تشوف اي فقير وشيخ من الشيوخ، يعني ما نقصش الائمه، معناها عجوز يعني ما عندوش يعني بركة. فقير ان شاء الله تمد له هذاك القندوره وذمتها بريئه، ان شاء الله يتقبل ربي سبحانه منها عز وجل، وما عندها حتى اثم، وضميرها لازم يكون مرتاح تماما. احسن الله اليك شيخنا سعيد وبارك فيك. شيخنا سعيد، انشغال أختنا سمية فيما يتعلق بتفسير الأحلام ومعرفة تفسير كثير من الأحلام والرؤى اللي يشوفها المشاهدين، على اعتبار أنه الناس تحفظ هذاك القول اللي يقول بأنه هي جزء الرؤية الصالحة، قول الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة هي جزء من النبوة، لذلك يسعون إلى هذا. ولكن بين الأولوية معرفة الفقه ومعرفة أحكام الدين وفي دقيقة ومعرفة تفسير الأحلام. صحيح، الرؤية الصالحة هي جزء من 46 جزءا من النبوة، ولكن الأولوية أخي أحمد لمعرفة الفقه، الأولوية لمعرفة أحكام الدين، أحكام الحلال والحرام. نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الأولوية للفقه في الدين. نعم، ولا حرج على هامش ذلك أنه إذا كان يعني واحد عنده حلم أو كذا ينظر أو يستفسر ويسأل من يكون يعني مهتما بتأويل هذه الرؤى، ونسأل الله التوفيق للجميع. نأخذ الأحكام من الشريعة ولا نأخذ الأحكام من الأحلام. شيخنا السعيد، شكرا جزيلا على هذه الجلسة الطيبة، هذا العدد، بارك الله فيك. الشكر موصول لكم أنتم أيضا أوفياء برنامج هلا سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. أنقل لكم تحيات الفريق التقني العام للحظة في الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. غدا بحول الله لقاء جديد. السلام عليكم.